الرحيم. وبالنسبة للزوبعة التي تثار حول العدالة والتنمية في هذه الظرفية، هي أعتقد أنها طبيعية باعتبارين. الاعتبار الأول أن العدالة والتنمية كحزب سياسي عنده ثقافة سياسية غير الثقافة السياسية السائدة، لذلك فتدبيره للشأن العام بالاستناد إلى هذه الثقافة السياسية الجديدة غير المألوفة أكيد أنه سيثير كثير من ردود الفعل، كثير من التوجسات، كثير من التخوفات، كثير من حالات الغموض يعني الإبهام. أما الناس اللي مستوعبين المشروع، اللي قرابين من مشروع العدالة والتنمية، اللي قرابين من مناضلين العدالة والتنمية، فبالعكس فاهمين شنو هي العدالة والتنمية، وفاهمين بأن هذا التدبير الذي يمارسونه قائم على أساس واحد منظور خاص، قائم على أساس يعني الصدق والصراحة والمسؤولية والإيجابية والمنهجية في العمل، بعيدا عن الشعبوية، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن يعني الشعارات المزيفة، بالتزاما بأنه الحاجة اللي في المقدور ديال الحزب غيقوم بها، والحاجة اللي ماشي في مقدور الحزب يقوم بها ما غيقومش بها، غيقول بأنه ما يقومش بها ولا يخجل من ذلك. المهم هو أنه الحزب كما قلت بحكم أنه يستند إلى ثقافته غير مألوفة، فأكيد هذا الشيء غادي يولد واحد رد الفعل يعني ديال الرفض، ديال الانزعاج، ديال الاعتراض، ديال الاعتبار الثاني هو أن هناك واحد حزب العدالة والتنمية رفع شعارات كرس مفردات في القانون السياسي ديال مناهضة الفساد، ديال مناهضة الريع، ديال مقاومة الفساد والاستبداد، ديال الإصلاح، ديال سيادة القانون فعلا، ديال واحد العدد ديال الشعارات اللي بدا كيبرهن منذ أول يوم على أنه جاد فيما كان يدعيه ويرفعه من شعارات، بل لم تكن مجرد وعود انتخابية داخل في المنطق ديال الدعاية الانتخابية، يعني كتراعي في الاختيار ديال المفردات كل ما يمكن أن يؤثر دون أن يترتب عن ذلك أي فعل. فالعدالة والتنمية منذ أول يوم وصلت حركت واحد العدد ديال الملفات اللي كتنسجم مع هذا التوجه. بطبيعة الحال هذا الشيء ديال مناهضة الفساد ديال الاستبداد بالتأكيد أنه سوف يمس واحد الفئات اللي كانت مستفيدة من واحد الوضع قائم على أساس الريع، على أساس امتيازات غير مشروعة، على أساس واحد العدد ديال الأمور. فبالتأكيد هذه الفئة غادي تدافع على المصالح ديالها من خلال مقاومة هذا التوجه الإصلاحي الجذري والعميق والصريح والجاد والمسؤول. بطبيعة الحال في ظل سيادة القانون، بطبيعة الحال هذه الفئات هذه ما غتبقاش مربعة يديها، لأن المصالح ديالها اللي على أساسها عايشة وقامت الحياة ديالها ما غتبقاش كتفرج. وبطبيعة الحال كاين ربما الاعتبار الثالث، أنا بالنسبة لي هو هامشي، كاين بعض الناس اللي انزعجوا لأنه الفعل والنجاح ديال الحكومة ديال اللي كيقودها العدالة والتنمية في كل ما وعدت به من أفكار ومشاريع وبرامج، بالتأكيد أنه غتكون عنده آثار على مستوى الرأس المال الانتخابي والانتخابات الجماعية يعني قادمة وانتخابات الجهوية قادمة. فبالتأكيد أنه هذه فئة ثالثة، أنا بالنسبة لي هذا ماشي اعتبار أساسي، هذا اعتبار ثانوي، ولكنه حتى هو أيضا يعني حاضر ومعتبر.